أنا دينا، ودي حلقة جديدة من سلسلة علاقات خطرة. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد، لأ هي كمان أخطر وطبعا أصعب. العلاقات الخطرة اللي هنتكلم عليها ممكن تكون مع صاحب أو زميل في العمل أو أخ أو أب أو أم أو شريك أو أي حد في حياتك. العلاقات بين البشر زي ما هي واحدة من الأسباب المهمة للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض، منها اللي بيبوظ ويأذي ومنها اللي يصلح ويغير ويعالج. في السلسلة دي هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها في حياتك وتحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسؤولية مهما كان التمن. هنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو نرجسي أو موسوس أو شكاك، لحد ما نوصل في الآخر للعلاقة الحقيقية الصحية اللي تغير وتصلح وتعالج. وعشان نكون واضحين، أي علاقة ممكن تتصلح طول ما صاحبها هيلجأ للعلاج النفسي. طبعا علاقة الزواج من أهم العلاقات اللي ممكن نتكلم عنها، بس الأول تعالوا نسأل نفسنا، هو الزواج أصلا علاقة؟ هو الزواج في حد ذاته معناه نجاح العلاقة بين اتنين؟ هو الزواج ضمان لاستمرارية الحب؟ الحقيقة إن الزواج في حد ذاته مش علاقة أصلا، هو مجرد إطار وفرصة ووسط ملائم أو طريق بيمهد لوضع الطرفين في المكان والظروف المناسبة لصنع وإنجاح أو إفشال العلاقة دي، وهم وشطارتهم بقى. يا إما تبقى العلاقة دي حقيقية بمعنى إن كل واحد فيهم يكون نفسه بدون رتوش ولا مخاوف ولا حسابات، ويكون قابل الطرف التاني قبول كامل بدون شروط ولا تعجيزات ولا تهديدات. علاقة فيها كل واحد حر وفي نفس الوقت منتمي للزواج وللأسرة وللبيت. علاقة فيها كل واحد عايش وسامح للتاني إنه يعيش، كل واحد راضي وسامح للتاني إنه يرضى. علاقة فيها كل واحد له دوايره وذاتيته واستقلاله، مع كتير من خطوط التلاقي والتوازي والتماس مع الطرف الآخر. أو تكون العلاقة دي مش حقيقية فيختزلوا بعض وكل واحد فيهم يعيش مع التاني بجزء منه ويداري عنه باقي نفسه. أو يخنقوا بعض وكل حد فيهم يلف حوالين رقبة التاني حبل من الهموم والمشاكل والشكوك. أو يعجزوا بعض ومحدش فيهم يرضى ولا يبطل مطالب أو شروط. أو يتشعبطوا في بعض وكل حد فيهم يعلق حياته ووجوده وسعادته ورضاه على التاني، مش على ربنا ولا على العلاقة نفسها. فالزواج اختبار لكونك حقيقي أو مزيف. هنتكلم يوم الثلاث اللي جاي عن موضوع حقيقي أو مزيف ده بالتفصيل، بس خلونا دلوقتي في موضوعنا. انت هنا بتختار ما بين انك تكرر سيناريوهاتك القديمة أو سيناريوهات أسرتك وقرايبك ومعارفك وصحابك، أو تكتب سيناريو جديد تماما ليك ولشريك حياتك بكامل وعيك وإرادتك ومسؤوليتك. الزواج ونجاحه أو فشله قرار بيتجدد كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة زي النفس وزي نبضات القلب. الزواج مش هو نهاية القصة زي الأفلام العربي، هو بداية حياة أو بداية موت، إما أرض خصبة لزرع الحب أو أرض وعرة لزرع الكراهية. والكلمتين الجايين دول عايزاكم تحفظوهم وترددوهم وتعتبروهم عهد قدام نفسكم لما تيجوا تتجوزوا. لازم تكوني أو تكون قابل الطرف التاني كله على بعضه، قبول موقف ما يتغيرش بتغير أحواله، قبول لحسابه مش لحسابك، قبول بدون شروط، وإنك مش هتخنقه ولا تعجزه ولا تختزله ولا تسمح له يعمل معاك كده، وإنك مش هتتقمص عليه أو هتمثل عليه دور الضحية أو الجاني أو المنقذ، ولا هتسمح له يتقمصهم عليك، وإنك تحترمه وتقدره وتهتم بيه وتحبه وتسامحه وتعذره وتديله فرص وسماح، وإنك ما تتشعبطش فيه ولا تسمح له يتشعبط فيك، وإنكم تكبروا وتنضجوا وتتحملوا المسؤولية من خلال علاقتكم ببعض، وإنك تقبل معاه وتسمح له يقبل معاك ضعفك وضعفه وألمك وألمه، وإنك تعيش بنفسك الحقيقية وتسمح له يعيش بنفسه الحقيقية في وجود الناس وفي وجود ربنا، من غير ما تلغوا أو تتجنبوا أو تشوهوا علاقتكم بأي حد فيهم، وإنك تفضل مصدق إنك تستاهل وتساعده يفضل مصدق إنه يستاهل، وإن حياتك معاها وحياتك معاه تكون بداية جديدة في طريق النور وخطوة جديدة في سكة الحقيقة. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.